ازيكم يا حلوين؟ النهارده الجمعه وعايزين نفطر فطار مش تقليدي. يوم الجمعه لازم يبقى سبيشال في الاكل بتاعه. تعالوا نشوف هنفطر ايه وهنعمل ايه وازاي. هنحتاج نص كوبايه من اللبن، هننزل عليها بنص كوبايه من الزبادي ومعلقتين كبار من السكر ونص كوبايه من السمنه السايحه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، ونص علبه من القشطه اللي هي الصغيره دي، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. وبعدين هنعمل ميكس بقى للخليط ده كله بالمنظر اللي احنا شايفينه كده، هيتقل معانا. هنجيب بقى لفه جلاش هنفتحها زي ما احنا شايفين كده، وبعدين غطيها بفوطه عشان ما تنشفش وانتي شغاله فيها. هاتي بقى اي صينيه مدوره عندك، ادهني كده زي ما احنا شايفين. وبعدين هننزل بقى الجلاش ده ورقه ورقه، هنحط نص الورقه في الصينيه والنص التاني هنسيبه بره مفتوحة، مش هنقفلها، مش هنحط الورقة كلها جوه. وهندهن طبقة طبقة زي ما احنا شايفين كده، كل الطبقات لازم ندهنها بالخليط ده كويس عشان تبقى طرية ومورقة معانا زي ما احنا شايفين كده، ورقة ورقة بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. هعمله بقى طبعا بالمنظر ده لحد ما اخلص الكمية كلها. شايفة شكله عامل ازاي؟ بعد ما اخلص الكمية هبدأ بقى اقفل باقي الورق اللي بره الصينية بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. مفيش ورقة تسيبيها من غير ما تدهنيها، هندهن كل الطبقات زي ما احنا شايفين كده. اخر حاجة هنحط برضو طبقة كويسة جدا فوق الوش زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هنغطيها بالفوطة نسيبها ربع ساعة. هندخلها بقى فرن سخن، هتقعد حوالي من 15 ل 20 دقيقة، هتطلع معانا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. عملنا فطيرة شرقي من غير عجن ولا تفاصيل كتير. عايزة بقى اوريكم جمال الطبقات بتاعتها عاملة ازاي. بصي تاني معايا كده، بصي الطبقات، بصي عاملة ازاي، بصي عاملة ازاي مورقة اهي زي الفطير المشلتت بالظبط، من غير عجن ولا تعب. ما خدتش مننا 10 دقايق.